السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم الإكلير بطريقة من أنجح طرق الإكلير. طبعا إكلير مفرغ من الداخل وما شاء الله من غير تشققات، وجميل وطعمه حلو. وطبعا هتحشيه الحشوة اللي انت بتحبها. لو عايز تحشيه كريم باستري ماشي، عايز تحشيه كريمة ليمون زي ما تحب. المقادير اللي معانا: نص كيلو لبن حليب، ونص كيلو مية، و450 جرام زبدة، و600 جرام دقيق. طبعا أول ما يغلي المية مع اللبن هننزل بالدقيق ونطبخه كويس جدا. هنهدي النار ونطبخ لمدة 5 دقايق أو 3 دقايق على حسب ما يطبخ معانا كويس. وطبعا بعد ما يطبخ كويس جدا هناخده نبرده على الرخامة. طبعا يا جماعة، يا ريت اللي يعجبه الفيديو واللي يعجبه الطريقة ما ينسناش من الدعم والاشتراك في القناة، ان ده طبعا هيدعمنا ان احنا او هيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات احسن واكتر ونرتقي بالقناة ان شاء الله. طبعا بعد ما قلبناه وطبخناه كويس هناخده نفرده على الرخامة لغاية ما يهدى كده. احنا مش عايزينه يبرد قوي، عايزينه يهدى كده ويبقى دافي. بعد ما يبرد هناخده في المكنة تاني، نرجعه المكنة تاني، ونكون مجهزين من 15 ل17 بيضة حسب حجم البيضة. ودي أهم مرحلة بقى، إن احنا هننزل بالبيض واحدة واحدة. هننزل بشوية بيض وعلى السرعة الهادية مش على السرعة العالية، عشان مش عايزينه يتنفخ كده في الفرن. طبعا كل شوية بيض هننزل بيهم، هنقلب لغاية ما العجينة تشربهم كويس، وهننزل بالشوية اللي بعدهم. وطبعا ممكن تحط معاك فانيليا عشان البيض، عشان زفر البيض. تمام كده. وطبعا هننزل برضو بالبيض، هنحاول ننزل بيه على كذا مرحلة ان شاء الله، حتى 5 مراحل. المهم ان العجينة تشرب البيض، واول ما تشرب البيض ننزل بشوية تانيين، ونشغل المكنة لغاية ما البيض بتاعنا كله يخلص. وطبعا ما ننساش ان احنا نقلب العجينة من تحت لفوق كل شوية كده، عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات ولا اي دقيق يتبقى معانا. بعد كده هنجهز معانا طبعا الصاجات بتاعتنا، ولو فيه ورق سيليكون يكون احسن، ما فيش يبقى ورق زبدة. هنرش ارضية الصاج مية عشان تلزق الورقة، وهنبدأ نصب العجينة بتاعتنا في كيس الكريمة، وبالبلة مشرشرة يكون السنان بتاعتها رفيعة شوية. وهنبدأ نقطعه صوابع متساوية على حسب ما تحب بقى الحجم. تطول الحجم زي ما احنا بنطوله كده. عايز تعمله ميني ماشي، عايز تعمله شو سواريه مفيش مشكلة. طبعا هتقطع بالطريقة اللي تعجبك، بس طبعا الأهم إنك أنت هترش الوش بسكر دايت زي ما احنا رشينا كده عشان ما يفلقش في الفرن. وهندخل على حرارة 170 درجة لغاية 30 دقيقة. بعد ما يطلع ويستوي كده ما شاء الله هنبدأ نخرمه ونحشيه بالكريمة الباستري الجاهزة. طبعا هي بتتباع في المحلات جاهزة بودرة، يا دوب بتحط لها حليب أو بتحط لها مية وتضربها. تمام كده. وبعدين بتجلسوا بقى شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة تحبها، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني، فندام، زي ما تحب. تحياتي لكم جميعا. لا تنسونا من دعمكم والاشتراك في القناة والدعاء بظهر الغيب، وجزاكم الله عنا خيرا. تحياتي لكم جميعا. وطبعا لازم نوريكم الإكلير من الداخل بيتحشي والحشو كله بيفضل مالي الإكلير من جوه كله زي ما انتوا شايفين كده. هقطع واوريكم واحدة كده واتنين. شايفين ما شاء الله الحشو مالي الإكلير من جميع الجوانب. وهنقطع من الآخر ونشوف برضو ما شاء الله من كل حتة وطعم جنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا.